في البداية أود أن أبارك وأعايد جميع نساء العالم وخاصة نساء سوريا وشمال شرق سوريا بمناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي، بحيث اليوم نحن متواجدون في حي الشيخ مقصود بحلب نشارك نساء حلب بهذه المسيرة البطولية التي تبديها اليوم النساء السوريات من كافة المكونات ومن كافة الأطياف السورية لكي تقول كلمة حق ولكي تحتفل بعيدها بالرغم من المعاناة وبالرغم من الكارثة الإنسانية التي حدثت قبل عدة أيام، ولكن اليوم وجودنا في هذه المسيرة هو جوابا للرد ورسالة نضال ورسالة مقاومة لجميع الأنظمة الحاكمة في العالم، ونقول لهم بأن دائما نحن لدينا إرادة قوية وعزيمة وإصرار لكي نحقق حرية المرأة، وبالتالي نوجه رسالتنا إلى جميع نساء سوريا: علينا بالتكاتف، علينا بالتضامن معا من أجل إنهاء معاناة المرأة السورية وجميع الشعب السوري، وحل الأزمة السورية حلا ديمقراطيا سياسيا يليق بأبناء وبنات الشعب السوري. فكل عام وأنتم بألف خير، كل عام ونساء سوريا وإيران وأفغانستان ونساء العالم أجمع في مقدمة النضال والمقاومة، كل عام وأنتم بألف خير. إيرو تایبەت 8 آذار ام لتباهی گلی کرد به تایبەت ریبر آب و پیروز بکن. هر وا ایرو به ام وک جنن کرد تاخ شیخ مقصود بجلین خون کردی تبلی مشهد بم رغم جو ایریشن حصاری کن هری زدت زختن هری در سر طاقت ماشون لأما 8 آذار جبو ما روزه کی گرنگه روزه کی برخدانی و جن سریت جیان تماشوندن ام جاره کدن برخدانی وان برومت ام پیروز دکن بویر حببه چالاکی ما ایرو به تباهی جنن کرد عرب سریان بجداری به مشبینه جاره کدن عندن به روحی امه بر شورشکی آزاد شورشکی برخدانی شورشکی دموکراسی تایبەت جبوجن و جاره کدن ام به شورش جن و 8 آذار تباهی جنن کدکار ام پیروز بمبارد دکن. Bugün 8 Azar Dünya Kadın Günü. Bütün kadınları kutluyoruz. Bir de önderliğimizi kutluyoruz. Bu kadın gücünü yaratan Abdullah Öcalan'a ihda ediyoruz. طبعا بهذا اليوم بداية بنهني كل نساء العالم بشكل عام ونسائنا المناضلات الرفيقات الجيريلا اللي عم بيناضلوا بالجبال من أجل الحرية والعدالة والديمقراطية، ومنبارك للقائد عبد الله أوجلان يلي زرع نواة هاي الثورة، ومنهديه روح مقاومة الثورة، ومنقول نحن بكردنا وعربنا وتركماننا، ونتمنى تكون هالانطلاقة هاي انطلاقة لحرية القائد مثل ما نحن نضالنا وكل أهدافنا بتصب من أجل حرية القائد.